السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا على خير. اليوم غادي نوجد لكم جوج ديال الوصفات. اول حاجه غادي نبداو بها هو الطاجين ديال اللحم. كيجي زوين بزاف، ان شاء الله غادي يعجبكم الا جربتوه. هنا كنحتاج الثومه، عندي هنا واحد 4 ديال الدريسات ديال الثومه، عندي معلقه ديال الخرقوم بلدي ومعلقه ديال السكينجبير، وغادي ندير رويس ديال المعلقه، يعني شويه 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 ديال البزار باش ما يجيش حار، وغادي ندير واحد المليحه، واحد دويمه ديال الزعفران. هنا درت الرويس المعلقه ديال القرفه ودويمه ديال الزعفران، وغادي ندير هنايا زيت الزيتون صافي، وغادي نزيد واحد شويه ديال الماء، وغادي نخلط هاد التوابل هادو وغادي نديرهم في هكا في اللحم. صافي غادي نجيب طريفات ديال اللحم وغادي ندير فيهم، غادي ندوزهم في هاد التوابل وغادي نحطهم ان شاء الله في الطاجين. غادي ندوز اللحم اللي عندي كامل هنايا، وهنا صافي غادي ندوز باش نشعل الفاخر. كما كتشوفوا ندير هنا فوق البوطه كيشعل، وصافي هنا دائما كنستعمل السشوار هو الراوز ديالي انايا، كنشعل به الفاخر. صافي حطيت الطواجين ديالي على الفاخر. وهنا البنات انا راني رديت الطاجين بكري، رديته مع داك تقريبا 3 باش يطيب على خاطرو. وداك الفاخر ما تكتروش بزاف الفاخر باش هكا الطاجين ما بحال ما كتكونش عليه داك الحراره مشهده، يعني تيطيب بشويه عليه. صافي اللحيمات اللي درت لهم داك التوابل ما كنستفهم في الطاجين. درت لتحت درت 4 البصيلات ولا 5، يمكن 4 اللي درت ديال البصيلات. صافي وحطيتهم هكا، شلطتهم وحطيتهم لتحت. واللحم اللي انا دوزته في هذيك العطريه هو تا حطيته هكذا. صافي من طاب جا لذيذ بزاف بزاف، والطاجين اللي تيطاب فوق الفخر ما تيتحرق، ما كيلصق ما والو، كيجي تبارك الله زوين ومدغمر، كيجي فن. غادي يعجبكم بزاف. غير الريحه ديال الفاخر ملي كيكون زعما فوق منه الطاجين وكاين الفاخر، عرفتي راه واحد الريحه ما شاء الله. انا بدا كتعجبني بزاف، كتشهي. صافي هنا راني غادي نغطي عليه وغادي نخليه يطيب. مره غنبقى نطلع عليه كما غادي تشوفوا معايا. صافي حتى يوجد. ملي رديتو مع 3 راه بقى كيطيب. لقيت هاد الاد المغرب صافي راه هو طايب هذيك الساعه بقى. شفتوا كيفاش راه غلا. صافي وهنا راه بدا كيطيب، راه غيبان لكم غير من المريقه ديالو، غيبان لكم راه بدا كيطيب. وتبارك الله واحد الريحه فيه ما نقولش لكم. كل مره بقيت مقابله. وشنو بغيت نقول لكم، هذيك البصيله راه ما درتش فيها الماء نهائيا، ما درتش الماء حتى نقيطه ما درتها. طب في هذاك الماء اللي تيطلقوا البصله صافي. وصافي هنا راه طاب. كنت طيبت البرقوق ودرته فوق منه، وهكا الطويجين ديالنا تيجي معلك ولذيذ. وهنا غادي ندوزو باش نوجدوا الحلوه اللي صايبنا اليوم. غادي نوجد ليها الكيك ديالها. انا كما كتشوفوا درت 4 ديال البيضات، وهنا غادي نزيدو 180 غرام ديال السكر سنيده مع واحد القبيصه ديال الملح ضروري كنديروها مع البيض كما قلت لكم. هنا غادي ندير شويه ديال الفاني،
وهنا غادي ندير الزيت. عندي هنا 200 مل ديال الزيت. زيت هو كنعبرو بالغرام، هو كندير 200 غرام. وهنا درت واحد الياغورت بنكهه الفانيلا، الوزن ديالو كيكون 120. وانا درت 120 ديال حتى هو كنعبرو بالغرام ديال الحليب. وهنا درت 4 ديال الساشيات كما كتشوفوا، هادو ديال الكاكاو كتكون فيهم 28 غرام، يعني بربعة فيهم 28، كتكون 7 في كل ساشي فيها 7. صافي كنخلط هاد الكاكاو مع الخليط ديالنا. وغادي نزيدو هنا الدقيق. بالنسبه للدقيق عندنا 270 غرام ديال الدقيق. صافي كنغربلوه ونكملو كنخلطوه بالخلاط اليدوي. غادي نزيد واحد 3 ساشيات ديال خميره الحلويات، وغادي حتى هي نغربلوها. صافي وهكذا كيكون الكيك عندنا. الخليط ديال الكيك عندنا موجود، كيجي على هاد يعني القوام ديالو بحال هكا. كنجيب واحد المول كندهنو بالزبده ونرشو بالدقيق، ودرت فيه الخليط. غادي ندخلو للثلاجه ندخلو للفرن. غادي ياخذ ليا تقريبا 50 حتى ل 55 دقيقه باش كيطيب. صافي هنا خرجته خليته حتى برد، وانا نقسمو على جوج. هذيك القشره راني حيدتها للكيك، مبغيتهاش تبقى يعني جات هكا كتجي شويه بحال بلاصه من طالعه وبلاصه شويه هابطه وتتجي قاصحه، قلت نحيدها. صافي هنايا استعملت واحد مهم كل ساشيه ديال الشانتي كتديروا ليها 200 ديال، ما كنكملش رابعه. انا بعض المرات كندير 200 غرام ديال الحليب، هما نورمالمون 250، لان كندير 200 وبعض المرات كندير غير كاس. الا بغيتو هادشي عاقد دغيا كتعقد. صافي هنا درت الدوبل، يعني درت جوج ساشيات ديال الكريم شانتي، ودرت يعني بحال قلتو 400، يعني نسيت 100 غرام ديال الحليب بارد. درت الفاني ومين تنطربها وكتطلع مزيان هكا واحد 5 دقائق ولا اكثر حتى كتوقف، كنزيد عليهم الجبن. هذا اللي كتشوفوا هاد كريم تشيز. شفتوا هاد لا ماركي اللي استعملت كل مره شنو كيكون عندي. هاد الجبن الغير مملح هو اللي كنخدم به، هو اللي كتخدموا به تشيز كيك. درت منه عاوتاني بلا عبار، شديت غير المعلقه وعمرتها مزيان كما وريتكم، يعني المعلقه راه عامره بزاف. هذيك الهزه اللي كنهزو بحال هكا كتجي المعلقه عامره، درت 4 المرات. صافي وكيجي لذيذ، كيجي لذيذ. هاد الكريمه كتجي زوينه. كديروها في هاد الكيك اللي كتكونوا مصايبينه بالكاكاو، كتواسى مع هاد لا كريم، تضيف هذيك البنه ديال الجبن وكبين الحلاوه وشويه ديال الحموضه. المهم زوينه تعجبكم بزاف. صافي هنا كنزيد نطرب داك الجبن يعني هكا باش ينسجم مع هاد الكريمه اللي درت في الاول. شفتوا كيفاش راه كتبان لكم راها عاقده. صافي وهي موجوده باش غادي نخدم بها. ما كنخليها لا تبرد لا والو. كنجيب الكيك كما شفتوا قسمته على جوج، وغادي ندير فوق منه هكايا الكريمه. ندير شويه ديال الفواكه. ساهله هذه البنات، راه واخا تكونوا ما كتعرفوش نهائيا غادي تصايبوها. صافي جبت الكيك راني غطيت هادو، درت لها هكا وريضات من الفوق بالكريمه. شفتوها كيفاش كتبوشا، كتجي واقفه وزوينه، يعني تصلح انكم تذوقوا بها. وصافي التزيين صراحه كان شي حاجه اللي عاديه وبسيطه. درت غير الفواكه هكا، درت المرتيل، عندي الفرامبواز، كيوي، المور، المهم عندي الفريز. فواكه كديروا اللي بغيتو. مي هادو صراحه الفواكه الحمراء كتواشى بزاف مع الكيك اللي كيكون ديال الكاكاو، كيجي زوين بزاف. صافي هنا درت الكيوي. المهم الفواكه كما قلت لكم راه يمكن لكم ديروا المونغ، ديروا اللي بغيتو. هنا راه الطبيجين راه فين كيطيب.
وهنا زيدت. عرفتوا علاش كملت لكم التصوير هنا؟ حيت عرفتي مظلمه الكوزينه في واحد الوقيته، ولات هذا النهار بالضبط ما كانش فيه الشميشه، وما كانش داكشي كيبان مزيان. داكشي علاش كملت لكم حتى الطاجين، اي زعما باش يبان لكم، تبان لكم هكا، تبان لكم واضحه. وهنا البنات كنكون ساليت الفيديو ديالي. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا ويكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساونيش من التعليق ديالكم، لي لايك والبارطاج ديال الفيديو، وخليتكم على خير. تتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.